إن محمد هنيدي داخل على ال61 سنة في فبراير اللي جاي، وهو واحد من أقدم وأشهر نجوم الكوميديا في مصر، واشتغل في الفن بقاله أكتر من 40 سنة، بس الغريب إنه مش واخد باله إن رصيده عند الجمهور بقى قليل، وخصوصًا عند الجيل الجديد تقريبًا بقى صفر، يعني بقاله أكتر من 5 سنين مش قادر يعمل فيلم أو مسرحية أو حتى مسلسل ينجح زي زمان، كل اللي بيقدمه بيعدي من غير أثر، وده في حد ذاته صدمة. واللي أغرب بقى موضوع الجنسية السعودية. في وقت ما تركي آل الشيخ بيتكلم عن الفن المصري بطريقة لا تليق، بيقول إن المصريين مش هيشاركوا في موسم الرياض، نلاقي محمد هنيدي هناك بيشارك، بس المرة دي مش كمصري، لأ بجنسيته السعودية الجديدة، وبيمثل في مسرحية كمان اسمها تاجر السعادة. طب ازاي؟ فين موقف الفنان اللي بقاله سنين بيرسم البسمة على وش الشعب؟ فين الكرامة؟ فين الفن المصري اللي طول عمره واقف على رجليه من قبل حتى ما السعودية تفكر تعمل مواسم أو ترفيه؟ احنا مش ضد التعاون ولا ضد النجاح، بس كنا مستنيين منه كفنان كبير يختار يعلي بقيمة فنه، مش يسيبه يتبع أي موجة وخلاص. اللي بيضحكهم هناك هنا ما بقاش يعرف يضحكنا، ودي أكبر خسارة.